يا ام السعد يا ام السعد، عامله لنا قرنبيط يا ام السعد. والله العظيم عامله لكم قرنبيط. ماله القرنبيط يا ولاد؟ ده احلى من الفراخ المقرمشه. تعالي وانا اقول لك عملتها ازاي. هتنزلي السوق كده الصبح بدري، هتجيبي قرص قرنبيطايه حلو كده ويكون تقيل، ما تجيبوش خفيف. اما تشيليه كده تمسكيه كده ان هو تقيل كده في نفسه وعنده عزه نفس. واهم حاجه يكون الزهر بتاعه كله مضموم على بعضه، عشان خاطر تعرفي القرنبيطية الحلوة من الوحشة. وتقومي مقطعاه كده مفصصاه كده في صوص، وتقومي وانتي بتفصصيه تقشريه كده القشرة ايه بسيطة كده، اللي هو القشر بتاعها دوت زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو بس. وهقطع منها حتة الواحدة اللي هلاقيها معايا كبيرة هقسمها نصين. تمام كده يا حبايب قلبي. وهخلص ايه كل الكمية على كده. بص انا بفصصها ازاي. بمسك الوردة اللي يكون متماسكة في بعضيها، وافضل اعملها كده بقى، واقوم مقشراها ايه كلها، ويكون عندي حله على النار بتغلي فيها ميه عشان خاطر هسلق فيها القرنبيط دوت. انا هنا بقى هقطعه ما بين القطع بقى، ما بين كبيره ووسط. بلاش تعملي الحجم كبير عشان ما يشربش معاكي زيت. ماشي يا حبايب قلبي، انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين واشطر مني، بس انا هعمله لكم بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه وما يشربش معاكي زيت خالص. عارفه يعني ايه كلمه ما بيشربش معاكي زيت؟ ان كله بيشتكي من القرنبيط انه بيشرب زيت، وناس كتير ما بتحبش تجيبه وتعمله عشان خاطر الزيت. هنا بص انا بقشره كويس كده واقوم عاملاه ايه، مدياله شطفه تحت الميه، لازم اشطفه تحت الميه. وبعدين هحطه في الحله بقى. بصي انا بقسمها هنا الكبيره، بقسمها نصين واقوم مقشراها كده. انا خلصت كل الكميه اللي عندي. تمام كده يا حبايب قلبي. وهاجي هنا بقى عندي هعمل ايه تاني. بصوا دي اخر واحده اهي. انا بشوفها كده اولها من اخرها فين عشان اعرف اقسمها، عشان ما فروتش منها حاجه. دي بقى كل الكميه كده اللي عندي. هاخدها اديها شطفه تحت الميه، واقوم جايبه حله على النار بتغلي، هنزل فيها بحوالي معلقه ملح ومعلقه سكر، اهم حاجه معلقه السكر. واحط ربع معلقه كمون. هتقولي لي ليه بتحطي السكر؟ عشان خلي القرنبيط كده مقرمش، ما خلوش مهري. وهنا معلقه السكر دي سحر. سحر لما تحطيها مع القرنبيط او اي حاجه بتسلقيها في الميه بتبقى حلوه جدا. بتخلي الحاجه مقرمشه معاك، ما بتخليهاش دايبه كده في التسويه او مهريه في التسويه. هنا هسيبه لحد ما ايه يغلي غلوه تاني غلوه، وهشيله يعني اقل من 10 دقايق يكون على النار. شفتي زي ما بتسلقي كده المكرونه 3/4 سوا. هجيب عندي هنا بولتين او طبقين يكونوا غواط شويه. هحط هنا في اول واحد دقيق. حطي الكميه اللي تناسبك، يعني انا شفتي القرص ده عملته نص كيلو دقيق على الاتنين. حطيت ايه بنسبه من 2 ل1، يعني التلت والتلتين. عليهم بايه كمان؟ هنزل عليهم بكل واحد بمعلقتين نشا. خاطر النشا هنا هي اللي هتعمل لي طبقه القرمشه، مش الدقيق اللي هيعمل لي القرمشه، النشا. هنا دول معلقتين النشا. وفي نفس الوقت مش هتخليه يشرب زيت خالص. جربيه واعملي على الطرقات دي والله العظيم ما هتندمي. مش عايزه تعملي الخليط اللي هو الدقيق والدقيق التاني، عايزه تعملي خليط واحد بس اللي هو الخليط السائل، اعمليه مفيش مشكله. هنا ده بقول مش هحط عليه بيكنج باودر، انا حطيت معلقه بيكنج باودر على الخليط التاني. هنا هحط بقى التوابل بتاعتي عباره عن ايه، عن ملح وكمون وكزبره بس وفلفل اسود. يبقى التوابل عباره عن ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، مش هحط اي اضافات تانية خالص، ولا كركم ولا كاري ولا بابريكا ولا الكلام اللي انا بسمعه ده خالص. انا عايزه اكل كده حته قرنبيطايه حلوه زي اللي كانت بتعملها لنا امهاتنا ايام زمان. ان احنا فعلا فقدنا طعم الاكل الحلو بتاع زمان. هحط ايه تاني، الخليط دوت هقلبه كويس اللي هو الدقيق دوت. عايزه تستغني عن الخطوه دي وبلاش منها استغني، مفيش مشكله، برضه هيطلع حلو ومقرمش معاكي، بس هتزودي معلقه نشا في الخليط التاني دوت. هنا الخليط ده عباره عن دقيق ونشا
يعني مثلا حوالي 8 معالق دقيق ومعلقتين نشا وعليه معلقه بيكنج باودر وملح وفلفل اسود وكزبره. وبلاش تحدقي الحاجه، حطي ملح قليل. هنزل هنا بالميه واحده واحده، مش هحط كميه الميه كلها عشان خاطر مش عايزه الدقيق ال... مش عايزه المعجون يبقى سائل معايا معرفش اتحكم فيه. لا، انزلي بكميه الميه واحده واحده، هيكتل معاكي بس هيفك واحده واحده كده. هننزل بالميه لحد ما نظبط القوام بتاعه. تمام كده يا حبايب قلبي. على فكره وجبه القرنبيط ديت مغذيه جدا، وعلى فكره للي بيعملوا دايت حلوه جدا ليهم، وبتخسس، يعني بتخسس بنسبه 50%. بس ناكله ازاي؟ تاكليه لمده 3-4 ايام ورا بعض، سواء تاكليه مسلوق بس من غير اي اضافات، هيحسن معاكي جهاز المناعه ويحسن معاكي الجهاز الهضمي والقولون. طول ما القولون في امان هتلاقيكي بتخسي. عايزه تاكليه وهو متحمر مفيش مشكله، بس هتاكليه من غير عيش. تاكلي القرنبيط بس من غير عيش، يعني قرص القرنبيط او الورديه بس تاكليها من غير اي عيش. هنا انا بوريك كده بقى السائل اللي انا بص فكيته ازاي، اللي هو الخليط كده. انا مش هضيف له اي ميه تاني، لا، هفضل اقلبه لحد ما اللي اشوف فيه كتل دقيق متكتله ولا لا، لحد ما اخليه كده سائل كده. ولا عايزاه اللي هو يبقى سائل ميه ولا جامد تقيل، عايزاه وسط. هضيف عليهم 3 بيضات. حابه تزودي بيض عن كده زودي، مش حابه ما تزوديش. احنا خير الامور الوسط. احنا غرضنا اللي احنا بنعمل اكل مش مكلف. هقلب في البيض كويس، وهنزل كمان بالخضره. عندي الخضره عباره عن شبت، بقدونس، كزبره، نص حزمه من كل حاجه. عايزه تكتري وتخليها حزمه ماشي، لو انت حابه الخليط تقيل. بس كل ما الخليط هيكون تقيل هيشرب زيت معاكي. بصي انا بوريكي هنا القوام بتاع الخليط. ولا عايزاه تقيل قوي، تقليه شويه، تقليه سنه. تمام كده. هنا هقلب الخضره. طب هعمل كمان؟ هقلبه كويس، وهجيب هنا القرنبيط. عندي كان القرنبيط السلق، طلعته في مصفى وعلى طول نزلت عليه بميه ساقعه من الحنفيه. لازم اوقف عمليه التسويه بتاعته. هنا جبت بقى اهو القرنبيط. هنا بقى هنزل فيه بالدقيق هغلفه بالدقيق. بص انا بوريك هنا التسويه بتاعته 3/4 سوا، زي ما اكنك بتسلقي كده المكرونه. هشيله واقوم حاطاه في الدقيق عايزه تستغني عن الخطوه دي استغني عنها، بس انا هنا بديله كفر كده حلو لقطعه القرنبيط، زائد بخليها مقرمشه اكتر، زائد بخليها تشرب معايا الخليط يعني ما بخليش الخليط ده ينزل. بص هتلاقي الخليط اتغلف بالقطعه نفسها. هفضل اعمل كده بقى لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. هنا يكون عندي زيت على النار، مش عايزاه ولا يكون قدح ولا يكون بارد، انا عايزاه وسط عشان خاطر قطعه القرنبيط ما تحمرليش. لو هو سخن قوي هتحمر على طول وجواها نيه والعجينه نيه. انا عايزه الزيت هنا يكون وسط، يكون درجه حرارته وسط. هاخده بقى واقوم احطها في الزيت. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص الكميه اللي عندي. طب اقلبها بعد قد لما الوش اللي تحت يحمر، ابتدي اللي انا مش تحمر حمران اللي هو الغامق، لا، افضل اقلب فيها عشان كلها تستوي بنفس الدرجه. خشوا وابحثوا عن القرنبيط في جوجل، هتعرفوا ليه فوائد قد فوائده مهمه جدا وحلوه جدا، وفي فيتامينات ومعادن. سبحان الله، ربنا خلق لنا كل حاجه ليها فايده. يعني حتى في ناس كتير يقولك لا اصل احنا مش بنحب القرنبيط، اصلا بينفخ، اصلا بيعمل، اصلا بيسوي. لا، لكل حاجه وليها حاجه. القرنبيط حلو جدا 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 للمعده وللقولون، وبينظف القولون من اي غازات. انا هنا ما حطيتش توم، انا ما بحبش احط توم على فكره في العجينه. ممكن تحطوا بودره توم.
تمام كده. هفضل اشيله بقى، بص من الخليط. هنا لازم انزل كل الخليط السائل من عليه، مش عايزاه لحد ما خلاص ما بقاش ينقط كده. طب ليه؟ عشان خاطر لما اجي احطه في الزيت ما الاقيش النقط ديت نزلت في الزيت حرقتهولي، او عمل الزيت بقى كله رواسب. فاهمين انتوا الفكره ازاي يعني؟ طبعا انتوا عارفين، انتوا اشطر مني بكتير يعني، مش اللي اجي اعلمكم. هنا بقى انا خدته بقى على الزيت بقى وبحمره. دي يعتبر كانت تاني رصه ولا تالت رصه. بس انا المشكله اللي عندي البوتاجاز بعيد عن التصوير، لان انا كل شويه بفضل انقل الكاميرا، افصل وانقل الكاميرا. بصي انا بفضل اقلب فيه كده شمال ويمين شمال ويمين عشان خاطر كله ياخد نفس درجه التحمير. اهم حاجه وانتي بتحمريه لازم تطلعي الحاجه على مصفى، ما ينفعش تطلعيها على مناديل او تطلعيها في طبق، او تطلعي الحاجه على المصفى. الهواء اولا بينشف الحاجه، ورواسب الزيت لو انت طلعتش على طبق بينزل فيه نقط زيت، فنقط الزيت دي لما بتطر الحاجه. فعشان كده بقول لك طلعوا الحاجه على نصف. بص اسمعي القرمشه هنا عامله. وبوريك هنا التسويه بتاعته. هنا خلاص كنت خلصت الكميه. بصي اعملي بقى جنبيه شويه سلطه، شويه عيش حلوين كده، واقعدي اتغدي انتي والعيال. وربنا احلى مليون مره من الفراخ المقرمشه. فراخ ايه ولحمه ايه وسمك ايه والكلام ده، مفيش احلى من الاكل الشعبي دوت. على فكره القرنبيط والله 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 مغذي جدا وليه فوايد لا حصر لها. جربوه بالطريقه دي وهيعجبكم قوي قوي. ومش شارب زيت معايا خالص. انا كل اللي انا استخدمته حوالي مج مج ونص من كوبايه الشاي زيت. يعني ما كملتش، اقل من نص ازازه الزيت، اقل من نص ازازه الزيت. وما اشربش بقى، وفي الاخر اتفضل زيت فعلا في الطاسه. ما اشربش زيت معايا خالص بالطريقه دي. لما تحطي نشا، معلقتين نشا على الحاجه اللي انت بتحمريها ما بتشربش معاكي زيت نهائي. هنا كنت حطيت بقى كميه القرنبيط كلها، وكنت لسه بقلي تاني. وخلاص كده. بصي بوريك هنا القرمشه ازاي والتسويه بتاعته، الله اكبر عليها، حلوه جدا. والف هنا وشفا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. واعملوا اعملوا مشاركات لحبايبكم وعرفوهم الوصفه. هم اكيد عارفين يعني، بس عارفين الطريقه ديت عشان خاطر ما يشربش معاهم زيت او كده. وحطيت على الوش هنا شويه بقدونس. قولي لي بقى بذمتكم كده مش احلى من الفراخ المقرمشه ولا ايه؟ طعمها حكايه. بس كده. ودي وصفه النهارده، يا رب تعجبكم يا رب. وما تنسوش تعملوا لي لايك ومشاركه وتعليق حلو. انا عارفه والله اللي انتوا بتحبوني زي ما انا بحبكم بالظبط. ودي كانت التسويه. الف هنا وشفا.